إلا المواطن السوري إلا المواطن يصدق طبعا. معنا الآن سناء المحمد من حمص طريق الشام. سناء مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي سناء، ماذا لديك؟ يا أختي عندنا الوضع بحمص مأساوي مأساوي. نحن بدنا الجيش يتدخل كل النهار، ونحن القذائف عم تنزل عنا على الحارات مثل المطر. نعم. هربنا من بيوتنا اللي نحن أنا بيتي ساكنة طابق ثالث، نزلنا لتحت على الجيران، نزلنا على الطابق الأرضي. نعم. رصاص رصاص رصاص، قذائف قذائف، نحن أرواح بريئة، نحن شو ذنبنا طيب؟ نحن بدنا الجيش يجي يحمينا. نعم. الوضع هون بحمص يا اختي ما طبيعي، لا عم نقدر نطلع برات البيوت، لا عم نقدر نتحرك، لا عم نقدر نروح على الدوام، لا على المدارس. الوضع مأساوي فوق ما تتخيلوا بحمص. وإسا انا كنت يعني حتى اللي عم يطلع على الجزيره والعربيه هذا شيء ما طبيعي، كله كذب، ما في جيش بحمص، الله وكيلك ما في جيش بحمص. نعم، هنا اريد ان اسالك، يعني انت تقولين نريد الجيش، ما ذنبنا ونحن ابرياء، وهذه المحطات تتحدث عن دخول الجيش الى حمص وقصف ودبابات وما إلى ذلك، وما سمعتيه يعني في هذه المحطة. أقسم بالله العظيم وحياة أولادي لا دخل جيش على حمص، لا في عنصر جيش بحمص. أنا يا أختي ساكنة بحمص. نعم. وعم بشوف بعيني وعم يصير قدامي كل هذا الحكي. بالإضافة أنا بدي أحكي شغلي، هدول العالم اللي اليوم أنا شفت الفيديو حاطي عرضيته الجزيرة، هاي نعم. الجثث المكبلة اللي كانت محطوطة على الأراضي. نعم. في من بيناتها نحن في إلنا 2 قرايبين من بينات الجثث اللي كانت معروضة وجاهن ومبينة لعنا. الجثث ما كانت كثير واضحة، بس هدول عالم مخطوفين قرايبين لنا، ابن خالي. نعم. وصديقه صار لهم 17 يوم مخطوفين. نعم. انخطفوا من السوق. طب بصير هذا الحكي؟ يعني فوق ما فوق الموت يا عسة قبر. نعم. نحن منطالب الدولة بحماية شعبها بمحافظة حمص، نترجى الرئيس، نترجى الجيش يتدخل. عم يقذفوا حارتنا بقذائف الRPG والهاون، ما عم نقدر، الله وكيلك تعرفين بيوتنا هربنا من البيوت الطابق الثالث والرابع ونزلنا عند الجيران بالابو. نعم. بدنا حل، بدنا الجيش يتدخل ويحمينا من العصابات المسلحة. هون المسلحين ما عاد في شيء يردعهم، ما عاد عم يخافوا من شيء، بين الحواير عم يتنقلوا مسلحين بكل انواع الاسلحة، بالقذائف وبالرشاشات شو ما بدي. نعم. نحن بنترجاكم، بدنا الجيش يتدخل، لازم انتم توصلوا صوتنا، انتم الاعلام السوري. نعم. هي مسؤوليتكم انتم كاعلام، انكم انتم تنقلوا حقيقه الواقع، الشيء اللي عم يصير. اذا نحن نترك الساحه فاضيه للجزيره والعربيه بتخرب الدنيا، لانهم كذابين. بالاضافه في شغله مهمه انا بدي احكي فيها يا اختي. تفضل. حكوا اليوم عن اشاعه انه المي مسممه بحمص. نعم. هذا الحكي كذب. انا على مسؤوليتي، انا شربت انه مي انا واولادي، ما في شيء. هي اشاعات شيء فوق الخيال. يعني ما وقفوا تقسى علينا غير الهواء اللي عم نتنفسه يحرمونا منه. يعني وصلت مواصيلهم للإشاعات بالمي. نعم. نحن ما قلنا غير رجاء واحد بس فقط لا غير، نتمنى من الدولة تتدخل مباشرة وتحسم الموضوع بحمص. الموضوع بحمص بده حسم عسكري، بده تدخل الجيش العربي السوري على حمص ليحمي المواطنين الأبرياء من العصابات المسلحة المنتشرة هون وهون. كل يوم خطف وذبح وقتل وتنكيل بالجثث، والله حرام. نعم. طبعا نتمنى أن يكون صوتك قد وصل. أنت تطلبين منا إيصال صوتك كوننا الإعلام السوري، ولهذا أنت معنا الآن على الهواء مباشرة، وطلبتي ما طلبتي سيدة سناء المحمد. حدثتنا من حمص طريق شام، بدك تضيفي شيء؟ بدي اضيف شيء. انا هون ساكنه، انا على طريق الشام ساكنه هون، قبالي بيت جيراني بيت رجوب، فاتت عندهم قذيفه بالبيت. نعم. عند الملحق. يعني ما طبيعي كمان جيراننا نزلوا لتحت، يعني بس بدنا نحن الجيش يحمينا، بس نعم. هالقذائف اللي عم تنزل على حاراتنا نحن ما لنا ذنب. طيب. وشكرا كثير لكم وللاعلام السوري ولكل وطني حر شريف بخاف على هالبلد وخايف على سوريا، وبرجع بقول لك سوريا بخير وسوريا الله حاميه، ونحن كلنا امل بانتظار الجيش انه يتدخل ويطهر حمص. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك سناء المحمد، حدثتنا من حمص طريق الشام. اذا